بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم كما العادة ونقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك، بما أنه يعني اليوم النهار الثاني متاع عيد الأضحى المبارك، يعاد علينا بالصحة والعافية إن شاء الله. وحبيت نقدم لكم كما العادة وصفة من الوصفات اللذيذة الصحية، اللي هي مخدومة بمشتقات دقلة النور. وكما تشوفوا اليوم عندنا بسكوي بنين ياسر ياسر. نتعدى مباشرة للمقادير. عندي ملعقتين قرفة مطحونة، عندي 10 جرامات خميرة كيميائية، عندي شوية معجون دقلة، عندي للتزيين، وعندي 200 جرام زبدة، 200 جرام رب، وعندي أيضا شوي لوز للتزيين. ننطلقوا على بركة الله. نحطوا الزبدة في الخلاط الكهربائي، نزيدوه الرب، ونحطوه يخدم على أقصى درجة. نحطو كما قلنا القرفة تعطي نكهة بنينة ومزيانة. بالنسبة للفارينة ما عديتها لكمش في الواحد، لكن الفارينة استعملت للوصفة هذه 400 جرام فارينة عادية. كما تشوفوا نخدمها كما تخدم، تخرج معناتها سو فورم دو كريم، تولي كيما الكريمة. نزيدها شوية الخميرة، نزيدها الفارينة، ونبدأ نخلط بشوية بشوية لنتحصل على قوام اني نحبه. اني مش نخدم لكم 3 اشكال مختلفة. المرة الاولى نخليها طرية شوية، نحي شوية اللي هي مش خرجها بالبوش، وبعد نزيد باقي الفرينة تدريجيا لنتحصل على عجينة سابلوس، عجينة رملية كما البات سابلي بالضبط. نحاول ما تكونش طرية برشا لخاطر تولي تتلصق لي وما تعاونيش في التشكيل. كما تشوفوا هني كانت التكستور هذيا مازالت هذيا، شوفها كيفاني دونك لازمها تتلم. بعد ما تتلم كنبداو نشكلو مباشرة. بالنسبة للرسات هذه ولا البسكوي هذايا بنين برشا كما قلت لكم وصحي برشا. ما فيش بيض كما شفتوا، وما فيش سكر. القوام متاعو بنين طري هش، يذوب ذوبان في الفم، تطعم القوم تاع الدقلة. نخدم فيه زادة سور كوموند، معناتها مطلوب بالنسبة لبرشا فئات معينة اللي تقلقهم مثلا عندهم حساسية من البيض أو ما يحبوش السكر أو حاجة كما هكا. زادة أيضا بالنسبة لرب الدقلة راهو متوفر عندي، ونخدم معناتها بالجرو ولا نخدم بالتفصيل كما تحبوا. يعني اللي انتريسي بالرب ويحب على الرب راهو نجموا نبعثوا معناتها التوصيل لباب الدار. فقط تتصلوا بالصفحة دقلتي من المنتج إلى المستهلك. كما تشوفوا هني القوام متاعنا. وانطلق قلت لكم قسمت العجينة لزوز مرات، قسمت لزوز كاتيجوري. في الأول زوز أصناف. الصنف الأول معناتها طري شوية، هبطوا بالبوش كما تراو، عملت شكل عين الشمس اللي يعجبني بصراحة. كل مرة نشوفه ونمني عليه، حتى خدمته مع الرسات هذية. هبط كيكة الدورة، وبعد زينتها بكعبة زوزة كما تشوفوا قدامكم. والشكل الثاني خدمته بالمول عادي، هبطه بشوية بشوية، عملت شكل نوارة. زاد جتني مزيانة برشا. والشكل الثالث خدمته في شكل مقروضة. بالنسبة للتزيين عملت الشكل هذا، مش الشكل الثاني خذيت كيما البودان خدمته، وبعد معناتها رشيت شوية لوز في الجناب كيما تراو. لهوثتها لصقتها في الجناب، وبعد قصيتها حلقات حلقات هكا. وبعد في كل حلقة نعمل كيما الحفرة صغيرة، ونحط شوية معجون دقلة. بالنسبة لمعجون الدقلة راهو خالي من السكريات المضافة، يعني كله سكريات ذاتية المصدر. وراهو غني بالألياف. كما تشوفوا هنا معناتها البسكوي هذا منصوح به لكل إنسان معناتها ما يحبش
معناتها يحب ينقص من الحلويات، ولا يحب ينقص من مثلا كما قلت لكم عنده حساسية من البيض أو ما إلى ذلك. دونك يساعدوا البسكوي هذا خاطر كما تشوفوا في المكونات متاعو بسيطة جدا وسهلة يعني. فهمت هذيك كما تشوفوا قاعدة نشكر في القوالب. بالنسبة للتشكيلة هنا تحط بابي كويسون تحت وفوق باش تطلع لك رطيبة، على خاطر إذا كانت طرحتها من غير بابي كويسون راهي تلصق لك البات في القلقال معناها وما تساعدكش. دونك تشوفوا فيها وتسيسوها بشوية، العجينة راهي تتفتفت وحتى من بعد الشكل راهو معناتها تحسوا يذوب ذوبان في الفم، معناها بنين على الاخر البسكوي هذايا. هني الشكل الثاني اللي خدمته في شكل المقروضة. خذيت شوية عجينة متاع دقلة. الشكل البنة متاعها المقروضة هذه بالحق بنة بنينة برشا. هذه العجين زادة متوفر عند صفحة دقلتي من المنتج إلى المستهلك. بالنسبة للبات هني تتعامل معاها بحذر شديد، الخاطر كما قلت لكم البات تتفتفت شوية وكل. دونك هكا فرشة البابي كويسون من اللوطة تعاون بيه معناها حتى في تشكيل المقروضة معناها وكل. كان حسيتها انت تفتفت معاك وقت اللي تبدا تستوي فيها ولا حاجة زادة طول بالك ما فيها بيس يعني تعاود تلمها هكا بشوية وكل وتعاود تخدمها. ننصحكم تجربوها خاطر بالحق حاجة بنينة برشا برشا ومفيدة كما قلنا برشا. وما استعملناش السكر الأبيض العادي وبدلنا شوية وغيرنا شوية. وزاد حتى في الضيافة ثم ناس كيف تجيب حذانا ولا نجيو مش نضيفوها ولا حاجة يقولك لا راني عندي حساسية راني كذا ما فيها بس تحط حاجة توالم تناسب يعني الناس الكل. بالنسبة للكويسون بتاعه بالنسبة للطبخ الكل ما يشدش ياسر وقت. اللي مش تلاحظوه يعني كي تحطوا انتي شكله يبدأ غامق شوية. تحطه في الفور وقتاش تعرف النضج متاعه، تعرفوا بدا ينضج وقت اللي اللون متاعه يفتح. يعني يلزمك تقعد تتبع في الفور بالباهي هو يفتح معناتها طاب. وقتها تخرجه وما تخليش يعاود يغمق، خاطر كان عاود اغماق في المرة الثانية راهو مش يحتحرق معايا. يعني ديليكا شوية في الخدمة متاعكم في التطيب متاعه. وسعوا بالكم واقعدوا عسوا على الفور باش ما يتحرقش معاكم. درجة الكويسون هي 180 درجة. وهني الطبق متاعنا 3 أشكال مختلفة اللي هي عملتها معاكم. ثم المقروضات، ثم بسكوي عين الشمس، ثم هيك النجمة، وثم الدورة اللي في وسط المعجون. وهيك كانت الوصفة متاعنا. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. ما تنساوش تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس كانكم اول مرة تدخلوا للقناة متاعي واستناوا منا كل جديد. هني حبيت نخرج بكم شوية للغابة ونوريكم الدقلة. الدقلة في مرحلة البلحة اللي نستناو في الصابة ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوصل بالسالم. كما تشوفوا الدقلة عراجن خضرة ما شاء الله. ان شاء الله صابة طيبة وان شاء الله يجينا عام خير يا رب. وهكا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ان شاء الله تكونوا بألف خير وبسلامة.